ليه انتي بتطلعي من علاقة توكسيك تلاقي نفسك دخلتي في علاقة توكسيك تانية ومش عارفة تكسري الدايرة دي؟ زيكم الأول عاملين ايه؟ أنا بس هتلاقوني بتكلم بصيغة المؤنث في الحلقة دي عشان أنا حاسة إن المشكلة دي بتواجه أكتر البنات. فأنا يعني حاسة إن أنا عايزة أساعدهم، بس ده مش معناه لو أنت راجل وبتشوف الحلقة دي إن هي مش هتفيدك، لا هتفيدك أكيد. فأنا في الحلقة دي هجيب لكم ملخص الموضوع ده كله، هفهمكم ايه اللي بيحصل عشان تقدروا ان انتوا تكسروا الدايره دي وتطلعوا براها. انتي بتطلعي من علاقه توكسيك تدخلي في علاقه توكسيك تانية لسببين اساسيين ملهمش تالت تقريبا. كل سبب بقى بيندرج تحتيه اسباب تاني كتير، بس هم دول السببين الاساسيين. يا اما حاجه انتي عشتيها في الماضي وعايزه تكرريها تاني، او حاجه انتي عشتيها في الماضي وبتحاولي تتجنبيها بكل الاشكال الممكنه. يعني هما حاجتين عكس بعض تماما. هنبدأ بحاجة انتي عشتيها في الماضي وعايزة تاني تكرريها. غالبا دي بتبدأ من الطفولة. هقولك مثال، لو انتي مثلا كان عندك أب قاسي، مش بيديكي حب وحنية أوقات كتيرة جدا، مش بيديكي احتياجاتك العاطفية يعني، بيبقى أغلب الوقت قاسي، وبيجي في أوقات قليلة كده يديكي شوية حب. فغالبا بتلاقي نفسك بتنجذبي لنفس النمط ده، اللي هم الشخصيات اللي بيفضلوا اون واوف كتير قوي. يعني يفضل يديكي شوية حب واهتمام وشوية تاني تلاقيه بقى قاسي ومش مهتم وبيعمل جوستنج وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. غالبا انت هتنجذبي للشخصية دي، وبرغم ان انت مدركة وعارفة ان يمكن تكون الشخصية دي طريقتها مش احسن حاجة بالنسبة لك، بس برضو هتلاقي ان انت بتنجذبي ليها اكتر. وكمان ان انت هتلاقي نفسك لما بتقابلي شخصيات سوية اكتر، اللي هو الشخص اللي بيبقى اغلب الوقت، مفيش حد على طول هيبقى لطيف يعني، بس اغلب الوقت لطيف واغلب الوقت حنين، اغلب الوقت انتي متاكده ان هو بيحبك ومش بيحاول ان هو يعمل عليكي اي العاب نفسيه، بتحسي ان انتي اتقفلتي منه او ان انتي مش قادره تحبيه. هتكوني مستغربه جدا وفاكره ان الموضوع ده مجرد ده حب، انا حبيت انا ما حبيتش، بس الموضوع اكبر من كده. الموضوع بيكون نفسيا عندك بسبب مشاكل طفوله بتخليكي تنجذبي للنوع ده من الشخصيات. مش بس قسوه الاب، هو كمان لو انتي في اي مرحله من مراحل حياتك كنتي معرضه لرفض شديد. يعني مثلا كنتي مرفوضه من حد، من باباكي او مامتك، كانوا بيحسوكي دايما ان انتي قليله، ان هما مش حابينك. او اتعرضتي في سن المراهقة ان اصحابك كانوا بيرفضوكي كتير، او لما بدأتي مثلا ترتبطي الشخص ده كان بيحسسك ان انتي مرفوضة او مش كفاية او كده. ده للأسف بيعمل عندك حاجة اسمها تعلق بالرفض. يعني انتي بتبقي عايزة حد يرفضك الأول وبعد كده يقبلك. حاجة complicated جدا، وانتي بتبقيش مدركة ان هو ده اللي بيحصل معاكي، ان انتي عايزة حد يرفضك الأول وبعدين يقبلك. لو هو متقبلك من الأول وحبك من الأول بتحسي ان ده للأسف مش قادر يشفي الجرح اللي حاصل جواكي. انت مش هتكوني مدركة ده، بس في جرح حاصل جواكي والموقف ده كده مش بيشفيه. اللي يشفيه ان لازم يبقى حد مش متقبلك، وانتي تحاولي بكل الطرق ان انتي تغيري الموقف، كأن ان انتي واقفة قدام الطفل اللي جواكي اللي بيصرخ او ان هو مجروح جدا من ان في ناس كتيرة كانت بترفضه، واقفة قدامه وبتقولي له انا هقدر اغير الموقف ده، انا هخليهم يقبلوني. بس انتي مش عارفة ان انتي عمالة تدوري في وسط ناس اصلا مش بتحبك، والناس اللي بيحبوكي فعلا انتي مش بتبقي قادرة تحسي ناحيتهم اي حاجة. الناس اللي بتتعلق بالرفض دول اللي هم دايما تلاقيهم بيحبوا من طرف واحد، بيكرروا النمط ده دايما طول الوقت، بيحبوا من طرف واحد بيحبوا من طرف واحد، وبيبقوا مستغربين هو انا كل ما احب حد ما يحبنيش وكل ما انا ما احبش حد هو يحبني. هو بصراحة الاوقات الموضوع ما بيكونش مجرد حظ، ده بيبقى تعلق بالرفض. يعني انت بتحب اللي بيرفضك، انت حاسس ان هو ده اللي هيشفي الجرح اللي جواك، يرفضك وبعدين انت تحاول تغير الموقف وتبذل مجهود فيقبلك فانت تحبه. which is not true اصلا. ان غالبا ان الشخص ده لما بيحبك انت بتحس ان انت خلاص مبقتش بتحبه، فقدت الشغف. انت من الاول اصلا بتدور على حاجة تشفي الطفل اللي جواك، مش بتدور على الحب. فهتلاقي نفسك دايما بتنجذبي لكل الشخصيات اللي مش بتحبك. يعني نقدر نلخص السبب الاولاني في ان انت في عقدة جواكي من الطفولة بتخليكي تنجذبي لنفس الشخصيات. بس في تركة صغيرة كده، هو غالبا انت مش بتنجذبي لنفس الشخصية بالظبط،
انتي بتنجذبي لنفس الشخصية بس فيها حاجة صغيرة قوي مختلفة، وتفضلي تقنعي نفسك ان الحاجة الصغيرة المختلفة دي هتغير الموضوع كله. مثلا ان انتي بتكرري نمط ان انتي دايما بتنجذبي للشخصيات اللي بتتجاهلك، فتحاولي تغيري اي تفصيلة صغيرة. يعني ده الاولاني كان بيتجاهلني، لكن ده بيتجاهلني بس هو سنه اكبر، فهو اكيد دلوقتي اعقل وهو بس عشان مشغول. يعني بتحاولي تلاقي اي حاجه كده بسيطه تضحكي على نفسك بيها ان انت غيرتي حاجه في النمط الجديد، لكن هو نفس النمط وانت بتنجذبي لنفس الشخصيات. كده احنا خلصنا السبب الاولاني. السبب التاني بقى اللي بيخليكي تقعي في علاقات توكسيك او مش مناسبه ليكي، هو ان انت بتحاولي تغيري الماضي توتالي، تبعدي عنه تماما. عارفين زي كده لما يبقى فيه مثلا واحد باباه بخيل قوي وهو عنده عقده من البخل، فقرر ان هو هيبقى مش بس كريم، لا مبذر. هيقرر ان هو مش هيخلي جنيه في جيبه، اي فلوس هتبقى معاه هيحاول على طول ان هو يصرفها. اكيد احنا بنشوف الامثله دي كتيره جدا في حياتنا، ان شخص يبقى باباه حاجه هو عايز يبقى العكس تماما، او مامته حاجه هو عايز يبقى العكس تماما. انت بقى بتفضلي تشوفي ايه المواقف اللي حصلت لك في الماضي عملت لك مشكله، وتفضلي تدوري بس على العكس وخلاص، حتى لو العكس ده مش مناسب. هقول لك مثال. انت مثلا كنتي في علاقه مع شخص بخيل، اوكي، في الاول انت كنتي بتحبيه لاسباب تانية وفي صفات كويسه وكده، بس مره في مره بداتي تشوفي ان تكتشفي او تحسي بالبخل، وتحسي ان البخل ده عمل لك مشكله كبيره قوي وان انت مش مستحمله الموضوع ده. فبعد ما العلاقه دي تخلص بتدوري على اي شخص كريم. اي شخص كريم ده اوكي، هو الكرم طبعا صفة جميلة، بس المشكلة ان هو ممكن يكون مع صفة الكرم دي في صفة تانية انتي مش حاباها خالص. يعني مثلا هو كريم جدا وبيدي كتير، بس كسول، كسول جدا جدا جدا، وانتي مش بتستحملي صفة الكسل. ان هو طول الوقت كسلان، مش معاكي، مش بتخرجوا، مش بتعملوا اي اكتيفيتيز اي حاجة، فانتي تلاقي نفسك مع الوقت اخترته عشان كريم، بس انا مش قادره استحمل فكره ان هو يكون كسلان. فده هو اللي بيوقعك تاني في علاقه مش مناسبه، ان انت كنتي بس بتدوري على عكس الشخص اللي هو كان معاكي الاول. خلوا بالكم قوي يا جماعه من الموضوع ده، ان انتوا لما تطلعوا من علاقه اصلا تفضلوا فتره كده عشان يعني تعملوا ريكفرينج وتخفوا. طبعا دي نصيحه يعني حلوه، بس يمكن مش كلنا بنعرف ننفذها. بس حاولوا ان انتوا تقعدوا فتره بعد ما تخرجوا من اي علاقه عشان تعملوا ريكفرنج، وما تبقوش قاعدين بتدوروا على اي حاجه عكس الشخصيه اللي فاتت وخلاص. فغالبا دول السببين الاساسيين يا جماعه اللي لو ركزتوا فيهم بجد هتكسروا دايره الوقوع في علاقات توكسيك. انه يا اما تخلوا بالكم انه يا اما انتوا في عقده معينه جواكم بتخليكم تكرروا نفس النمط بالظبط، يا اما برضو انتوا عايزين تدوروا على عكس الماضي وخلاص، من غير برضو ما تبقوا مركزين ومتأنين الشخصية دي بشكل كامل عجباكوا ولا لا. من اكتر الكتب اللي هتساعدكم قوي في موضوع العلاقات ده بشكل عام هو كتاب علاقات خطرة، وكتاب ابي الذي اكره. كتاب ابي الذي اكره ده على فكرة بيتكلم قوي على حتة انه ازاي ان نفس الحاجات اللي كانت بتحصل في الماضي تخليكم تفضلوا تكرروا نفس النمط هو. بس كده يا جماعة، I hope ان انتوا تكونوا استفدتوا من الحلقة دي وانها تغير حاجة في طريقة تفكيركم. اكتبوا لي في الكومنتس اي حاجة وانا هرد عليكم على طول. اكتبوا لي كمان ايه الكتب اللي فادتكم عن الموضوع ده، ممكن حد غيركم برضه يستفيد منها. وبس كده، باي باي.